بس كان بيقول ألفاظ ما يصحش تتقال قدام سيدات محترمات. فلوسه ضاعت على السهر وبيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال قدام البنات، رفض أدوار حلوة بسبب كسله وجريء وهزاره تقيل، دماغه ما اشتغلتش وعادل إمام تفوق عليه. سقطات في حياة الفنان الراحل سعيد صالح، يا ترى سقطاته هي اللي دمرت حياته وأخرت نجوميته؟ إيه سر تفوق الزعيم عادل إمام عليه؟ إيه حكاية مسلسل ليالي الحلمية اللي رفضه؟ وهل فعلا ما سابش ثروة لبنته بعد رحيله؟ التفاصيل اللي عمالة تتكشف في حياة سعيد صالح رغم رحيله مثيرة جدا، ودي اللي هتعرفوها معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين الحكاية للنهاية. رغم موهبته العظيمة وإنه بيقدر يخلي الكل يضحك بسهولة في إفيه بسيط كده كان أكبر دليل، وكمان هو لسه لحد النهاردة أعماله عايشة وإفيهاته بتتقال في الشارع، بس عارفين النجومية دي كانت ممكن تبقى أعلى وأحلى وتعدي فنانين كتير سبقوه لمنطقة تانية خالص. سعيد صالح معرفش يروح بموهبته لحتة بعيدة، عنده سقطات كتير في حياته الفنية خلت أغلب نجوم جيله يبقوا أشهر منه ويحققوا نجاح كبير زي الزعيم عادل إمام. تخيلوا إنه يضيع أعمال مضمون نجاحها من إيديه علشان لسه لحد النهاردة الناس بتتكلم عن الأعمال دي وبتتابعها. المؤكد إن لو كان قدمها سعيد صالح كان هيبقى في حتة تانية خالص، هو اللي رفضها بمزاجه وقال إيه علشان ما بيحبش يصور ساعات كتير وآخره يصور ساعتين بس في اليوم، يعني من الآخر كان كسول شويتين. المهم عنده راحته الجسدية وكمان النفسية، وبعدين الشغل لما ربنا يفرجها. ده اللي عمله سعيد صالح في مسلسل ليالي الحلمية لما اتعرض عليه دور سليمان غانم، ايوه اللي قدمه الفنان الكبير صلاح السعداني. سعيد رفضه وقال لا ما ينفعنيش، بس طبعا الفنان يحيى الفخراني لما عرف اتضايق جدا وكلمه وقال له ازاي ترفض دور مهم زي ده، هيبقى كله نجاح وهيفرق في مسيرتك الفنيه. رد سعيد صالح عليه كان غريب جدا وقال له عنده مسرح وبسهر فيه طول الليل، لو هشتغل يبقى ساعتين في اليوم. ولما الدور راح للفنان صلاح السعداني بقى علامه كبيره في تاريخه الفني. الصدمه الاكبر كشفتها الفنانه امل رمزي، كل كلمه قالتها عملت قلبان كبير على السوشيال ميديا، اصل محدش كان يتوقع ان سعيد صالح كان كده. هي قالت انه جريء قوي سواء في تصرفاته او حتى كلامه، وما كانش بيراعي خالص ان اللي قاعد مع راجل ولا ست بيقول اللي في قلبه بس. يا ريت على قد كده، لا ده كمان كانت الفاظ وحشه وجريئه وبيقول كلام صعب ما ينفعش يتقال قدام اي ست، وده كان بيخلي اغلب الفنانات ما يحبوش يقعدوا معاه في قعده هو فيها. الاغرب بقى من كل ده انه ضيع فلوسه كلها على السهر والمزاج، ومش اي سهره والسلام اللي يقضيها، لا دي لازم حاجه تليق بمكانته. وتخيلوا بقى سهره فيها سعيد صالح هيدفع فيها كام؟ اكيد طبعا فلوس كتير قوي. ده للاسف ما خلاهوش يجمع ثروه او يكون عنده ممتلكات زي باقي فنانين جيله، بالعكس ده رحل وما سابش جنيه واحد لبناته ومراته من بعده. كل ده كان على عكس الزعيم عادل امام اللي كان بيختار ادواره كلها بعنايه وبيجمع كل فلوسه وعمل حساب لبكره. وسر تفوق الزعيم ان ما بصش لتحت رجليه وحب يبص للمستقبل اللي هو عايش فيه دلوقتي. عادل امام جمع عيلته حواليه، وبشهاده امل رمزي اللي طليقها اللي شغال في العقارات اتوسط لعادل امام واشترى له 4 فيلل علشان اخوه يكون جنبه واولاده كمان. ده في الجوازه اختار يتجوز واحده من عيله، وكلنا عارفين عيله الشلقاني. تفتكروا سعيد صالح ظلم نفسه باختياراته في حياته الشخصيه والفنيه؟ اكتبوا لي ارائكم في التعليقات.